غنوة عن الأم. كانت من الأغاني اللي أثرت فيا أوي، وأنا ما كنتش عارف إنها معمولة في المعذبون في الأرض الحقيقة. سمعتها بالصدفة يمكن على الإنترنت، على أي حاجة من الحاجات. ولكن أنا دلوقتي عرفت من حضرتك إن المسلسل ده ما اتذاعش. بعض صديقاتنا يعني وأصدقائنا من المذيعات والمذيعين أحيانا ياخدوا يعني يسمعوا عند عمار، فقالوا له عمار لو سمحت تدينا الغنوة دي، فتبقى دي ملك برنامجهم. يعني لأنها مش موجودة في الإذاعة، طبعا يطلعوها، فأنت تسمعها مرة وتلقطها بودنك وما تسمعهاش ودور عليها ما لقيهاش، وتدور عليها في الأرشيف مش هتلاقيها. فهو كده، هي دي هذا الغنوة. لا كان فيها معاني عشان مختلفة عن الأم. يعني غنوة للأم مختلفة. أنا كتبت غنى كتير للأم. ولو مالت علي الحيطان، يعني كتبت العماد عبد الحليم، كتبت لمحمد ثروت، كتبت يعني أنا شعر كله فيه الأم يعني. إنما فكرة الأم إحنا بقى الصعايدة زي ما بنحس غير. طبعا ما اقدرش اقول لها ست الحبايب يا حبيبه. لا انت قلت لها، تقول قوم يا واد ملالة، قلت لها يا طيبه يا قاسيه القلب. ده طبعا يا طيبه يا قاسيه القلب. دي ام مش كده ولا انا في سكتك حتى العذاب يسحب. فانا بقول لها امي ولو مالت علي الحيطان، امي ولو يجري ورايا النخل، امي وانا غيرها ماليش انسان ولا وطن ولا مكان ولا انا الصغير يا امي، يلا حضني وضمي ضمي ولو مالت علينا الحيطان ضمي ضمي ولو يجري ورايا النخل، امي وانا غيرها ماليش انسان ولا وطن ولا مكان ولا اهل. بس ولو يجري ورايا النخل. يعني عارف احنا اشمعنى النخل شبيه واحنا صغيرين كروم النخل اللي في الصعيد نخل مارد. نخل مارد واحنا عيال قد كده. واخد بالك، واحنا كنا لما نتخدم نقول يما، عمرنا ما نقول يا ابوي. لا ما فيش. واخد بالك لما كلب يرمح وراك تقول يما. يعني ما تعرفش تقول يابا فين اعمل لك ايه يابا. هي دي الاقرب، هي الام. فطبعا الام كل حاجه في حياتنا يعني. فبقول امي ولو مالت علي الحيطان يعني. واخد بالك لو الزمن ضيق قوي يعني انت عارف اللي تميل عليه حيط الزمن ده خلاص برضه امي. واخد بالك امي ولو يجري ورايا النخل، يعني لو النخل وانا صغير وماشي والنخل بيرمح كل ورايا، تخيل انت برضه امي ياما. صوره عجيبه. امي وانا غيرها ماليش انسان ولا بلد ولا مكان ولا اهل. أنا الصغير يا أمي رغم أن أنا كبير يعني. أنا الصغير يا أمي يلا حضني وضمي ضمي ولو يجري ورايا ضمي ولا. لسه صغير يا أخي. ما زلت في حتة الأم دي عيل وعجبك. بتشتاق لها؟ لا يا سلام رحمة الله عليك. رحمة الله عليك كمان. ده دي يعني دي قالت لي قبل ما تموت يا واد عبد الرحمن، أنت عارف أنا مش راضي أموت ليه؟ مش راضية لأن يعني هتدوس على زرار يعني. الموت فعل إرادي. أنت عارف أنا مش راضية أموت ليه؟ قلت لها ليه يما؟ قالت لي عشان لو مت، عشان طول ما أنا عايشة أنت هتبقى عيل تتنطط وتتجلع وكلام أمك عايشة عيل. إنما لو مت هتبتدي تفكر تقول الدور علي. صح. تبتدي يركبك اللي راكبني ده. الهم لا، والتخيلات وانتظار الموت يعني. فأنا قاعدة لك عشان يعني أجنبك اللي أنا حاسة به دلوقتي بالنسبة لانتهاء الحياة والدخول على الموت، مرحلة يعني الدخول على بوابة الموت. الناس دول حكماء كانوا. لا يعني لا وصادقين. صدق. أنا دايما أقول أنا شاعر عشان أمي فاطمة قنديل مش عشان أبوي شاعر. صح. لا صح. فدي غنوة أم من سطرين ولا حاجة، إنما تحس إن الدنيا كلها فيها. لا فيها طبعا فيها. وعمار طبعا يعني صوت عمار، ما صوت عمار معيل معايا فيها رخ يجرح برضه. ما هو عيل برضه هتحس وأمه برضه. ما هتحس، ما أمه كان علاقته بأمه كبيرة جدا هو برضه. طبعا. فهتحس إن النفس اللي أنا حسيته بالكلام هو حسه في الألحان. ولو
ولو مالت علي الحيطان ولو يجري ورايا النخل وانا غيرها ماليش انسان ولا بلد ولا مكان ولا اهل. انا الصغير يا امي يلا احضني وضمي، انا الصغير يا امي يلا احضني وضمي، ولو مالت علينا الحيطان ولو يجري ورانا النخل وانا غيرها ماليش انسان ولا بلد ولا مكان ولا اهل.